يا مساء الأنوار. طب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. دلوقتي الساعة 12:03 بالظبط. حابين نطلع مع حضراتكم لايف سريع جدا 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 كده. النهارده عندنا أخبار إيه؟ كل الأخبار النهارده يا سيدي من داخل النادي الأهلي، سوى خبرين فقط. إلا خبرين. طيب هنتكلم في الأول. تعالوا نتكلم في الخبرين، ولازم نستهل الأخبار بتاعتنا ونستهل كده كلامنا بالمنتخب الوطني الأولمبي أو تحت 20 سنة. أفريقي اللي بتتلعب هنا في مصر، والمنتخب امبارح استهل مشواره أمام جنوب أفريقيا، والمنتخب كسب امبارح 1-0 عن طريق محمد عبد الله لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي. والولد من ساعه ما نزل وهو كان اضافه للمباراه. وعايزين نقول لحضراتكم ان الولد نزل صدفه. حصل اصابات كتير جدا في المنتخب في الشوط الاول، 3 تغييرات ب3 اصابات. ربنا يكون في عون الكابتن اسامه نبيه اللي احنا في ظهره. طيب منتخب خلينا نكون واقعيين ونقول لكم اللي حصل بالظبط. ان منتخب مصر كان محظوظ، 3 كور كانوا في العرض، وحارس منتخب مصر برضو شال كوره كان السبب ان هي تيجي في العرض. فخلينا نقول ان منتخب جنوب افريقيا كان تقيل. منتخب مصر لعب صح، لعب على الهجمه المرتده. محمد عبد الله سريع، لعب برضو خلي بالك عنده خبرات. كولر خلاه يشارك وهو صغير في الدوري المصري. كل دي تراكم خبرات يا جماعه. يعني محمد عبد الله امبارح لما جاب الجون، كل دي تراكم خبرات. اتعرض للمواضيع دي مع مارسيل كولر في النادي الاهلي، كان مارسيل كولر بيحبه، والولد كان بينزل ونزل في ماتشات صعبه وكان مؤثر وحاجات كتير. فامبارح محمد عبد الله كان خبره، كان بيلعب امبارح محمد عبد الله هو خبره. في نفس الوقت برضه محمد السيد لاعب نادي الزمالك برضه كان خبره، يعني كان بيلعب على طول، كان يعني قبل ما يحصل الموقف اللي حصل جمدوه بتاع. فمحمد السيد كان بيلعب. فكل ده شوف بيأثر مع المنتخب، بيدي خبرات. المهم عندنا ان فاز امبارح منتخب مصر تحت 20 سنه بالمباراه الاولى في حضور السيد الوزير اشرف صبحي ممثل عن الدوله المصريه. وطبعا الكابتن هاني ابو ريده اخيرا شفناه وكان موجود، بجانب بقى لقطات كانت جميله جدا 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 من اللاعبين القدامى زي الكابتن احمد حسن، الكابتن عبد الظاهر السقا.